عالسلامة ومرحبا بكم صحابي في حلقة جديدة من تونس اوترومون. امل اليوم باش يكون مع خليل الحبيب اللي باش يحكي لنا على الببليوتي اللي هي اسباس ويتنجم تشرب قهوتك، تقرا، تخدم وتحلم بالكبير. عسلامة، جو مو بريزونت خليل الحبيبي، 29 سنة، فونداتور ببليوتي. مرحبا بكم اليوم في ببليوتي. ببليوتي سي ان اسباس كولتوريل اللي يوفر لي زوتيديون اسباس باش يقراو فيه، في نفس الوقت يوفر لي جونز ارتيست اون بتيت سين اللي نجم يجرب روحه قدام بوبليك صغير قبل ما ينجح ويكون قدام بوبليك ما اكبر. وفي نفس الوقت نحن نكسبوزيو خدمه نتاع ديزارتيست توانسه اخرين ونحاولوا انها تكون البوان دو فونت نتاعهم لي برودوي اللي يقدموها. الفكره اللي انا نحب نقعد اكثر في المقاهي الثقافيه، وكنت ديما نمن انه لي كافي كولتوريل سي ان بوزوان. علاش؟ على خاطر اليوم لازمنا سين صغيره باش لي زارتيست يجربوا رواحهم على السنه هذيك قبل ما يظهروا في سين ما اكبر. كانت بالنسبه ليا معناها اوكي نحب نعمل كافي كولتوريل، اما مش تو في المستقبل حاجه كي نكبر باش نعملها. لائمت الظروف نصدم على حاجه من النوع هذايا يبقى ما رجعتش لتالي. من المشاكل اللي يعرضوا لي جونز ارتيست ولا لي باند اللي يحبوا يعملوا عروض هي الاسباس. دونك ببليوتي تحل المشكله هذايا وتوفر لي زارتيست هذوما ان اسباس باش يحاولوا يقدموا في حلمتهم اكثر. في نفس الوقت احنا نوفروا ان اسباس نون فيمور كالم ببليوتيك باش الناس اللي مغرومه بالمطالعه ولا تحب تلبس في اسباس كالم تلقى راحتها عليهم. الصعوبات اللي لقاتهم ببليوتي هو انه باغ اكزومبل كي باش نعملوا دي زيفينمون احنا مسيبلين لي ستوديون وفي الاخر قهوه، دونك ديما لي كو ما يغطيوش ليفينمون. كانت هذا من اكبر الصعوبات خاطر المونك نتاع لي فون ما فماش شكون قاعد يدعم في لي زينيسياتيف من النوع هذايا، هو اللي كان مشكل من الاول. من بعد حاولنا نخلقوا وحدنا دي ريسورس من القهوه واور القهوه باش نحاولوا نعملوا دي زيفينمون اللي هي الحاجه الاولى اللي تاسست عليها ببليوتي. لكن رغم ذلك كله فكره المقاهي الثقافيه ولا المشاريع من النوع هذايا هي في حد ذاتها ريزيستانس اكثر من كل شيء اللي نعيشوا فيه. فما بعد ببليوتي الاحلام ما توفاش، مازال فما برشا حاجات ما نعرفش. بالنسبه لي انا ببليوتي ماهيش نجاح، اما شنية باش تعمل ببليوتي وين باش تاثر وشنية لي زينيسياتيف اللي باش تخرج منهم وقداش من ارتيست ينجم اول مره يكون طلع عنا هوني وقتها يولي النجاح بالنسبه للببليوتي. لكن احلامنا نحن مازالت اكبر ومازال عنا ما نطمحوا انه نعملوا لهنا. اذا انت تحلم راهو انت وحدك تحلم، ماهوش يقف معك حد باش تاخذ مع روحك. اكيد فما عباد باش تاخذ معك، اما لازمك تعمل اكثر على روحك. دوام ينقب رخام ان نكبشوا في الحاجات اللي نحلموا بها هو اللي خلينا نوصلوا لها اكثر من انه جست نحلموا ولا جست معاملين على شكون باش يعاوننا في حلمتنا. كيما ريتو خليل هو واحد من لجون التوانسه اللي يحلموا يخموا بالكبير. ببليوتي هي حلمه من حلمات خليل. حاجات كيما هكا يخليونا نتاكدوا انه تونس اوترومون حاجه ماهيش مستحيله. استناونا في حلقات اخرين مع ديزينيسياتيف اخرين ومع امل اخر رجعنا الثقه في البلاد.